واش فراسكم شني وقع اليوم الاخوان ولا ما فراسكم يعاود؟ اليوم وقعت كارثه في قطاع الصحه وكارثه من العيار الثقيل. هذا السيد هذا اللي في هذه الفوطو هو طبيب في المستشفى الحسن الثاني باكادير، الاسم ديالو احمد الفارسي. اليوم كتب على السطوري ديالو ووجه رساله قويه وخطيره لوزير الصحه وقال له عندك 72 ساعه، قال له الا ما رجعتيش ديك الاطباء والطاقم اللي كانوا هنايا في المستشفى غنفضح المسرحيه اللي كاينه حاليا. يعني كاينه شي مسرحيه وعطاه 72 ساعه، قال له غنفضح المسرحيه قدام المغاربه كاملين. وباش تتضحكم الصوره اكثر، ها هو السطوري وها شني كاتب فيه: سيدي الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين على قاعات العمليات اللي توقفوا ككبش فداء يتم إعادة الاعتبار لهم، وإلا أقسم بجلالة الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على إطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا. ودابا الإخوان من بعد ما الدكتور الفارسي وجه رسالة خطيرة لوزير الصحة، دابا المغرب كامل كيترقب وكينتظر وكيستنى الرد وزارة الصحة وكيفاش غتتعامل مع هذا الدكتور الفارسي، وشني غيكون الرد ديالها وكيفاش غتتعامل مع هذه الرسالة. واش بصح كاينه شي مسرحية والمغاربة ما عارفين شي؟ وعلاش هذا المستشفى هذا بالضبط فيه الوفيات ديال الحوامل؟ وعلاش الدكتور الفارسي كيطالب باش يرجعوا الطاقم اللي كان تما؟ هذا الشيء هذا كامل غنعرفوه قريبا ان شاء الله.